ماسك يعني موبايل طول اليوم، ما قلتليش بتعمل ايه؟ في عرض تحفة وب70 جنيه بس. طب وانت معاك بقى فلوس لكل الكلام ده؟ عادي يعني، القبض لسه نازل، ويعني 70 جنيه مش هي اللي هتفرق، ده 70 جنيه بدل 120، فانا اللي كسبان. طب ما قلتليش، هو ده العرض الوحيد اللي انت مشترك فيه ولا في عروض تانية؟ لا طبعا، ده كل فترة طويلة يعني، وطبعا لو لقيت حاجة بسعر كويس فليه ما بقاش كسبان. يعني لو لقيت مثلا مسلسل اللي عايز اتفرج عليه، الابلكيشنز ما بتبقاش غالية قوي. وطبعا لو في عروض نازلة في بلاك فرايداي او حاجة، طبعا ببقى انا اول واحد فيها. لا انا شاطر في الموضوع ده يعني، حتى البين باك ديت انا جايبها بسعر خرافي. كنت بتشتكي لي كده من يومين على حاجة، فكرني بيها كده. اه والله الحياة بقت صعبة، والقبض اول ما ينزل بقى بيختفي. الواحد محتاج له مليون جنيه. حتى لو بقى معاك مليون جنيه مش تبقى غني، عشان انت مش عارف تقلل مصروفك خالص. اه والله الواحد محتاج يقلل المصاريف. ايه ده، بص في عرض على لابتوب هايل وبالتقسيط. مساء الفل يا شباب. احنا كلنا بنشتغل عشان نعمل فلوس، بس اللي الناس بتوقعه ان انت مش بتحوش فلوس، انت بتعمل فلوس وبعد كده بتصرفها في اي حاجة قدامك. ان انت تحوش فلوس هو موضوع صعب بس مش مستحيل. الناس كلها بتعرف تصرف كويس جدا، بس ما بتعرفش تحوش فلوس. ايا كان بقى اللي انت عايز تحوش له الفلوس ده، ان انت عايز تشتري عربية جديدة، ان انت عايز تجيب بيت جديد، او حتى ان انت طالع على المعاش وعايز يبقى معاك فلوس لقدام. كل الكلام ده عشان تعمله لازم ان انت تحوش فلوس، مش ان انت تفضل تصرف كل القبض بيجي لك الشهر بشهره وفي الاخر بتشتكي ان انا معيش فلوس. ان انت تحوش فلوس هي احسن حاجه للمستقبل بتاعك. تعالى اقول لك على شويه حاجات انت ممكن تعملها عشان فعلا لما تبقى محتاج الفلوس تلاقيها. اول حاجه لازم تعملها وهو ان انت تحدد هدف. الهدف بتاعك ده كبير او صغير مش تفرق كتير، بس الهدف ده لازم يبقى حاجه واقعيه. ما ينفعش تيجي تقول لي والله انا هشتري لامبورجيني كمان شهر، مش توصل لاي حاجه خالص. لازم الهدف بتاعك ده يبقى مربوط بحاجه. يعني مثلا انت عايز تطلع رحله، عايز تشتري موبايل جديد، عايز تشتري عربيه جديده. انا ما بقولكش ان انت ما تشتريش. الناس اللي بتحوش وبيبقى معاها فلوس كتير صدقني بيبقى معاهم حاجات كتير، زي مثلا ايلون ماسك، هو معاه كل حاجه في الدنيا مش محتاج حاجه يعني. فانت الناس دي كلها عشان تبقى زيها، هم بيعرفوا ازاي يحوشوا فلوس في الاول، وفلوس دي تجيب لهم فلوس زياده فيعمل كل اللي انت بتشوفه ده. تعالى الاول ان انت تحدد هدفك. هدفك لازم يتجزأ لاجزاء كتير. ما ينفعش ان انت تقول حاجه كبيره جدا وتبدا تمشي عليها، مش توصل لها، مش تقدر تحسبها، ده اول حاجه. مش تقدر ان انت تكمل لها، عقلك هيشوف ان الحاجه دي بعيده جدا، او ان انت ماشي بخطوات بسيطه جدا، فعقلك هيبطل ان هو يشتغل لها، وهيشوف ان انا لو دخلت في مجال تاني ممكن انجح. تعال اقول لك على حاجه بسيطه. انت على طول مستعجل، او احنا كلنا على طول مستعجلين. ان انت لما تنزل الجيم بيبقى عايز بعد شهرين يبقى عندك فورمه وتلعب مع البيج رامي. ان انت لو دخلت شغلانه او دخلت شركه، انت عايز مع اول شهرين تترقى وتبقى نائب المدير او مدير نفسه، وان شاء الله توصل للوزير حتى، ويبقى معاك فلوس كتير جدا ومش عارف تصرفها ازاي. لما بتروح الساحل بتبقى انت عايز ان الناس كلها بصالك ومعرفاك وان انت معاك فلوس وتقدر تشتري كل اللي انت عايزه. كل الحاجات دي انت ممكن توصل لها، بس الحاجات دي بخطوات بسيطه. شايفك اللي بتقول لي ان انت عندك 100 سبسكرايبر النهارده، وشايف ان انا عمال اتكلم عن طموح وان انت هيبقى عندك فلوس وعندك حاجات. اه هي ديت الخطوات البسيطه. انا ممكن ابقى حاطط لنفسي هدف ان في الفيديو مثلا بيجي لي عدد معين من السبسكرايبرز. لو ما جوش، يا اما انا عملت حاجه غلط، يا اما انا متوفقتش فيه، ده رزق. فانا ممكن ان انا اشتغل على نفسي اكتر، اقرا اكتر، اخد كورسز اكتر. ودي حاجه فعلا انا بدات اعملها، ان انا باخد كورسز اتعلم ايه اللي ممكن يشد المشاهد. دي الحاجات انت ممكن تعملها في ايا كان المجال اللي انت دخلت فيه. مع اني درسته، بس ممكن ارجع ادرسه تاني وتالت ورابع من ناس مختلفه، فاقدر اخد الافكار كلها منهم. الهدف بتاعك لازم تبقى انت محدده بخطوات بسيطه جدا. يعني انا عايز ابقى معايا لامبورجيني، فاللامبورجيني بتاعتك ديت بمثلا 5 مليون جنيه. 5 مليون دول انت بقى ابدا اجزأه. انا هشتغل كذا هيجيب لي رقم، والرقم ده اقدر استثمره في حاجه فيجيب لي رقم تاني، والرقم ده اقدر اشتغل بيه في حاجه تانيه، او ادخله في مشروع، او انا عندي مثلا فكره مشروع فابدا افتحها. فكل الكلام ده بعد سنه، سنتين، ثلاثه تقدر توصل للامبورجيني. وعايزك على طول تبقى حاطط في دماغك ان الموضوع كله هو رزق بتاع ربنا ومتقسم. اه في ناس من اللي بتشوفها على السوشيال ميديا بيبقى معاهم الحاجات ديت، وبتلاقيهم ان انت من شهر انت شايفه وبيجي له 5 و10 لايكس، والنهارده هو عنده ملايين وناس كتير بتتابعه ومعاه كل العربيات اللي هو عايزها. الناس ديت في جزء منها بتبقى جت معاه كده مره واحده ونجح، بس دوت 1% او 2% من الناس كلها. الناس كلها بتشتغل لفترات طويله جدا، 10 20 سنه، وبعد كده انت بتبدا تشوفهم على السوشيال ميديا وتبدا تقول الراجل ده نجح ازاي؟ الراجل ده نجح بعد عناء طويل جدا. تاني حاجه، وان انت تعمل ميزانيه لنفسك. زي ما شفت في التايتل بتاع الفيديو، وزي ما شفت في الانترو بتاعت الفيديو، وده حوار حقيقي ما بيني وبين نفسي كل يوم بقوله.
ان انت لازم يبقى عندك ميزانيه. الميزانيه دي بتحسب الفلوس اللي طالعه والفلوس اللي داخله. انت ممكن تستدفه الموضوع تقول طب ما هي فلوس جت وانا صرفتها واللي اتبقى في الشهر او ما يتبقاش، ما هو كده الارقام موجوده في البنك او موجوده في البيت. بس الارقام عمرها ما بتمشي كده، الارقام بالذات بتمشي ورقه وقلم. لازم يبقى قدامك سكتش بتكتب فيه الارقام بتاعتك، يا اما اكسل شيت لو انت مش عايز، او طبعا في ابلكيشنز كتير جدا بتساعدك ان انت تعمل بادجت لنفسك. دي بتخليك ان انت تبقى عارف فلوسك رايحه فين، كل جنيه طالع ازاي ودخل ازاي. انت بتشتغل شغلانه 2 3، ممكن تيجي بعد فتره ما تبقاش قادر ان انت تجمع الفلوس دي كلها، وتيجي ان انت بتصرف في حاجات عبيطه او حاجات صغيره او حاجات ملهاش لازمه، او في فلوس انت ناسي اصلا انها تتصرف. فتلاقي ان كل ده بقى اكسبنسز عليك، بقى مصاريف عليك زياده عماله تسحب منك وانت ممكن اصلا ما تكونش محتاجها. فلازم ان انت تعمل ميزانيه للشهر. الميزانيه دي بتمشي عليها، معلش بتقلل في المعيشه شويه او بتقلل في المستوى اللي انت متعود عليه شويه، بس دي بتخليك قدام ان انت معاك فلوس كتير جدا تقدر تصرفها وتعلى بالمستوى المعيشي كتير جدا اكتر من اللي انت قاعد فيه. بعد ما عملت الميزانيه بتاعتك في الورقه هتبدا تبص لها، وهتلاقي ان في حاجات عبيطه وصغيره كتير جدا انت بتصرف فيها مع ان انت مش واخد بالك منها، او الحاجات دي بتسحب منك فلوس كتير جدا وانت مش حاسس انها بتسحب منك. زي ما قلنا في الانترو في الاول وعنوان الفيديو، ان انت في حاجات بسيطه زي مثلا السبسكريبشنز الابلكيشن كتير جدا بتبقى 50 جنيه و30 جنيه و70 جنيه، بتبقى عروض جميله وانت بتحس ان العرض ده هو الجميل وان انا هشترك فيه وهيوفر عليا حاجات كتير جدا. المشكله ان العرض ده انت ممكن تفضل مشترك فيه لسنه سنتين ثلاثه، فلما بتيجي تحسب كذا ابلكيشن في كذا عرض بتلاقي ان انت في الاخر صرفت الوفات الجنيهات ان انت ممكن كنت تحطها في البنك وتجيب لك فلوس اكتر بكتير. شايفك اللي جاي تقول لي انا في رمضان بشترك عشان اشوف جعفر العمده، اشترك فيه وشوف، وانا كمان بشوفه عادي. ان انت تقطع الحاجات الصغيره اللي ملهاش لازمه دي بتساعدك جدا ان انت توصل للهدف بتاعك، لان انت مثلا بدل ما توصل للهدف بتاعك في 10 سنين ممكن توصله في 8 في 7، لان في حاجات صغيره جدا انت ما بتعملهاش. مثال مثلا الجيم، ان انت ممكن كل يوم بتاكل حاجه بسيطه فيها سكريات، بدل ما توصل للفورمه اللي انت عايزها في 6 شهور انت هتوصل لها في 8 9 شهور، لان انت ببساطه انت دخلت لنفسك كالوريز بسيطه بس على مدار فتره طويله جدا هي محسوبه معاك. فحاول ان انت الخطوات اللي انت بتاخدها تبقى محسوبه، والفلوس اللي انت بتصرفها تبقى رايحه في المكان اللي فعلا يستحقه. لو الفلوس بتاعتك رايحه المشروع حطها، الفلوس لما بتروح للشغل تاني بنجيب لك فلوس اكتر. لكن في حاجات صغيره كتير انت ممكن تبقى بتصرف فيها، صدقني مش وقتها دلوقتي، بالذات في الاسعار اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. في حاجات كتير جدا ممكن تشيلها من حياتك وحياتك هتمشي عادي. على فكره من الحاجات مثلا اللي انت ممكن توصلها في اليوم ابلكيشنز كتير قوي انت مشترك فيها، زي مثلا الاغاني. انت ممكن تلاقي نفسك مشترك في كذا ابلكيشن للاغاني مع ان واحد بس هيوفر لك الحته دي. تاني حاجه ان انت تطلب اكل كتير من بره بحجه ان انا ما عنديش وقت. ما بقاش عندك وقت وما بقاش عندك فلوس. ثالث حاجه، انا عارف ان القهوه الصبح ديت من احسن الحاجات، بس مش لازم تعدي على ستاربكس، في ممكن تجيب من حته ارخص شويه، او ممكن تعمل القهوه انت في البيت وتنزل بيها، هتوفر كتير جدا. وعلى فكره ممكن تجيب قهوه ستاربكس تعملها في البيت وهتوفر عليك كتير برضه. رابع حاجه لازم تعملها ان انت تلاقي طريقه كرييتيف ان انت تزود دخلك بيها. صدقني الطرق كتير جدا بس انت مش عايز تدور. ممكن تبقى شغال شغلانه اساسيه بس تلاقي كذا شغلانه جنبها، منهم ان انت مثلا بتشتغل فريلانسر ديت شغلانه، ممكن تشتغل حاجه زي في اوبر ده سايد جوب وهيجيب لك فلوس كويسه. ممكن ان انت تبقى كرييتيف اكتر مثلا وعندك حاجات انت استعملتها ومش عايزها، او حاجات انت اصلا ما بتستعملهاش، ممكن تبدا تبيعهم على OLX. تقول لي طب يا فوزي ما انا بعد ما ابيعهم هتجيب لي شويه فلوس وهتصرفوا. الفلوس اللي هتجيلك ديت اعتبرهم ان هي الممتلك اللي انت بعته، حطهم في البنك او استثمرهم في حاجه كانهم ما جوش. بعد فتره هتلاقي ان هم جابوا لك فلوس كتير بدل ركنتهم في البيت عندك. من الحاجات اللي انا برضه هقولها لك، اصلا انا شاب وبرضه بشتري حاجات، من الحاجات اللي انت ممكن تستعملها البرومو كودز والكوبونز اللي انت ممكن تلاقيهم على ويب سايتس كتير. ما تخش على ويب سايت واحد وتلاقي الحاجه فتقوم جاي شاريها على طول، دور على بدائل ليه، دور على ويب سايتس ثانيه بتبيعه بسعر ارخص. ممكن تلاقي واحد فتح العلبه وما لقاش الحاجه اللي جواها واللي هو عايزها فرجعها للشركه ثاني، طبعا السعر بتاعها بيبقى ارخص، ممكن تشتريها. ممكن تشوف لو عندك حد بره مصر ممكن يشتري لك الحاجه دي. ممكن تلاقي كذا طريقه ان انت تشتري الحاجه اللي انت عايزها بسعر ارخص. حاول على طول ان انت مش اول ما تلاقي الحاجه تشتريها بسعرها، لان الاسعار دلوقتي بقت غاليه قوي. اخر حاجه لازم تعملها وان انت تفضل ماشي بالخطه بتاعتك. انا عارف ان الخطه ممكن تعملها وتاخد وقت ومجهود كتير جدا وصعب ان انت تفضل عايش معاها، لكن هي بتشتغل على اللونج تيرم، هي بتشتغل على فترات طويله جدا مش الفترات القصيره. بالذات تحويش الفلوس، تحويش الفلوس بياخد فتره طويله جدا، غير لو انت خدت حاجه معينه او دخلت في مجال بيجيب لك فلوس كتير. الفلوس بتيجي بعد فتره، فانت لازم تفضل ماشي مع الخطه بتاعتك حتى لو وقعت في النص. معلش قوم واعدل نفسك وكمل من الاول تاني، واحده واحده هتيجي، واحده واحده اصلا مخك هيبدا يتعود ان انا ماشي في خطه وهي هتيجي بعد فتره هتفضل عايش عليها. ما ينفعش ان انت تبقى عايز تحوش فلوس في ثاني يوم يبقى معاك فلوس كتير. هي ما ينفعش تبقى رايح الجيم وعايز بعد يوم او يومين يبقى معاك فورمه.
المواضيع دي بتاخد فتره، فحاول ان انت الخطه بتاعتك تفضل ماشي معاها واوعى تسيبها. ممكن تعمل فيها بعض التعديلات البسيطه لو لقيت ان انت كان عندك معلومه غلط او مش ده احسن طريقه ان انا اوصل بيها، بس الخطه كلها لازم تفضل ماشي معاها. في الاخر عايز اقول لك ان الحاجات دي كلها ممكن تغيرها على اسلوب حياتك، بس عايز افكرك ان انت عشان تحوش ديت موضوع صعب وهياخد وقت. وصدقني في حاجات كتير قوي صغيره لو قعدت لوحدك وفكرت كويس هتلاقي ان في حاجات كتير قوي انت صرفت فيها ما كانش ليها لازمه وستيل بتصرف فيها وهي ملهاش لازمه. حاول ان انت تعدل كل الكلام ده على حياتك. يعني ممكن مثلا تلاقي ان انت قهوه ستاربكس هي الحاجه اللي بتديك الحافز ان انت تكمل اليوم وان انت تشتغل، دي الحاجه اللي بتبسطك، اشربها عادي. بس ممكن تلاقي ان انت في بديل ليها ان انت ممكن تغيره فيوفر لك فلوس القهوه ويوفر لك فلوس ان انت تقدر تحوشها. بس كده يا شباب، يا رب اكون فدتكم الفيديو النهارده. لو عجبك الفيديو وعايز تعرف اكتر ازاي تبقى حر ماليا ممكن تعمل لايك وسبسكرايب وهتلاقوني على الانستجرام وعلى التيك توك. سلام.